كل ما انا اتاوب حد تاني يتاوب، وكل ما حد يتاوب قدامي انا كمان اتاوب، والدايره ماشيه ومحدش فينا فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. فانا طبعا مش هسكت، وقعدت ادور لحد ما اكتشفت ايه السبب الحقيقي ورا الموضوع ده. زمان كل ما اتاوب كان لازم حد يقول لي هو انت تعبان، هو انت حاسس ان انت زهقان، لا ده اكيد ناقص اكسجين. بس هو الموضوع ما طلعش كده خالص. الموضوع ببساطه ان في بينك وبين الشخص اللي قدامك سلك ملمس، في حاله من التعاطف، حاله حلوه كده ما بينك وبين اللي قدامك، وده ليه علاقه بحاجه اسمها ميرور نيورونز. والخلايا دي مش بتكتفي بس برد الفعل، لا دي كمان بتقلد الحاجه اللي انت بتشوفها. وطبعا الموضوع ما وقفش على بس العلاقات ما بين البني ادمين وبعضها، لا ده ما بينك وما بين الكلب بتاعك كمان. يعني لو انت والكلب بتاعك علاقتكم مع بعض كويسه، وفي بينكم وبين بعض تعاطف وحاله لطيفه كده، فهتلاقي نفسك كل ما انت تتاوب هتلاقيه هو كمان يتاوب. وبكده يبقى السلاح السري بتاعك عشان تعرف اي شخص جنبك علاقتك بيه كويسه ولا لا، ان انت لما تتاوب تركز وتشوف اللي حواليك كلهم. اللي هيتاوب زيك هو اللي هتبقى علاقتك بيه كويسه حتى لو انتوا مش بتتكلموا، لكن اللي مش هيتاوب